السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ أنا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات وحبيت إن انتوا تسمعوا صوتي النهاردة. احنا في البسات بس النهاردة عايزين نطلع على حقيقة الحجة الكبيرة اللي عايزة تروح تحج، اللي بتقول قال الله وقال الرسول، اللي بتقول ان هي لا ليها دعوة بشير أسامة، ولا عمرها لسانها خاطب لسان شير أسامة، ولا عمرها اتكلمت ولا قالت ولا الكلام ده. يعني شيرين بالنسبة لكم يا جماعة كدابة مليون كذب، كذب الإبل مراتي، ان هي بتكذب بقى. والست دي ان احنا بنرميها بالافتراء وبالابتلاء عليها، وان احنا ما عملنا لهاش قناة قبل كده، ولا عمرها كلمتنا ولا هي كلمتنا ولا الكلام ده، ولا في اي حاجة من دي. ان هي بتقول ان لسانها عمره ما خاطب لسان شيري أسامة. بص يا جماعة، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا بس عايز أقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذانا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من شوه صورتنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال علينا كلام مش فينا. الحاجة الكبيرة اللي بتقولك هتروح تعمل إن هي زاهدة اليوتيوب وعايزة تروح تحج، اللي بنتها قالت عليها ما في الخمر وهي قالت على بنتها ما في الخمر، اللي طلعت أولادها الرجالة البشوات قعدوا يشتموا، بيقول لك انت بتقبض على مراتك وبتقبض وبتقبض وبتقبض. مش كده ضحك ولعب؟ ولا انت بتحبي تاكلي وتشربي بس؟ ها، لما طلعت ولادك وعملوا الفيديو الساعة 6 الصبح، لما قعدت تسبوا وتشتموا وكلام الفاظ الوحش الوحش، اللي انت بتقولي ان انا قلست عليكي وشتمتك وقلت لك الفاظ، يا ريت والنبي كده عشان انت ست حاجه كده ويتقبل الله منك يا حاجه. ها، فين الشتام؟ اللي طلعي لي شتيمه كده، انا قلت لك يا مره يا كذا، ولا يا بنت كذا، ولا اولادك اللي كذا. طلعي لي كده كلام كده ان انا قلته. لكن ان انت كبيره كده وما بين الموت خطوتين، حرام عليك. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ينتقم منك ربنا. انت بتقول ان انت ما كلمتيش ولا لسانك عمره خاطب لسان شيري أسامة. عامة في بس النهاردة يا جماعة عشان نسمع خطوات الست الحاجة اللي بتتكلم بقال الله وقال الرسول، اللي راحت قالت لأم ناصر ده شيري أسامة بعتلي فويس ان هي بتشتم فيك وبتقول وبتقول وبتقول. عامة الست احنا عمرنا ما هننسى جميلها، وجميلها في رقبتنا لغايه يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وربنا شهيد ووكيل. واحنا قلنا للست ام ناصر كتر خيرك روحي الناس تانية، عشان برضو الاشكال اللي زي الحاجة الكبيرة اللي بتقول وغيرها وغيرها وغيرها. احنا الحمد لله رب العالمين احنا بنشم ايدينا بنشبع. والحمد لله رب العالمين احنا لا عاطل ولا بشتغل على دراعي. الحمد لله رب العالمين انا راجل موظف حكومة، وعمري بالعمر لا مؤاخذة يعني اتسول، ولا عمري قلت لحد والنبي ادينا لله يا محسنين لله. لكن انت طالعه تقولي بفلوسي ومش بفلوسي والكلام ده. لما الوليه، لما الحاجه ام ناصر مشيت عملتي وعملتي، وده بنتك لدرجه النهارده انت بتقولي ان بنتي باعتني عشان الفلوس. وانت عملتي ايه؟ انت عملتي ايه في الناس اللي حواليك والشتايم الكلام القذر اللي انت بتقولوه انت وجوزك، اللي بيقول لي ان العزبه الغربيه دي مكان وقر للحراميه، وقر للادمان؟ لا، انتوا اللي تعرفوا الادمان ده فين. وانا على فكره هروح اسال في مستشفى الامل بتاع الادمان عندنا هنا في شبين. وجوز بنتك اللي قال امبارح وهو قاعد على المصيف امبارح على البحر، ماشي يا حاجه يا صادقه يا اللي هتروحي تحجي، عشان انت بتقولي عمري لساني لا خاطب لسان شيري أسامة دي خالص، ولا عمرها لا عمرك قلت لها ارفعي لي منتدى ولا اعملي لي الصورة دي ولا الكلام ده. عامة من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. لكن لما تقولي كلام يبقى عندك حقيقة. وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عامة الريكوردات بتاعتك موجودة خالص، موجودة عندنا عشان انت بتقولي ان انت عمرك لا لسانك خاطب لسانها. انت مش فاكرة لما جيت انا كنت جاي من شغل وبقول لمراتي لقيتها صوتها عالي، بقول لها انت بتكلمي مين والكلام ده؟ جيت فتحت المايك وسمعت الحوار اللي انت كانت عاملاه لما كانت عامله لك القناه اللي هي اتكلمت فيها في البث اول امبارح.
ياسمين اللي عملته لك لما كنت عايزه ال10 دولار، فاهمه يعني؟ فعلت لك القناه وعايزه 10 دولار كمان، وقلت لها وجيت زعقت وقلت لك لو سمحتي ما تزعقيش، دخلت لي جوزك في المكالمه في التليفون، قلت له ما تزعقش، ولو عايز ال2000 جنيه هجيبهم لك، ولو عايز اجي لك هناك في طنطا هجي لك. صح ولا مش صح؟ قولي كده شهاده تقابلي بيها ربنا. يعني انت هتروحي بتقولي هتروحي تحجي عشان تتكلمي كلام الحق، مش كلام الباطل اللي انت بترميه. انت لا مؤاخذه قلتي على بنتك وقلتي على ناس كتير والفاظ كتير، واستغفر الله العظيم ربنا قعدهولك عشان انت قلتي كلام فينا. طلعينا كده بسات ولا كلام اللي احنا هلسنا عليكي، ولا انا ممكن اكون باكل وبشرب بقلس كده بضحك الناس، لكن انا لا جبت سيرتك ولا قلت لك ولا قلت لك ولا عدت لك. وعرفت مين يا عم حاج؟ يا جوز الحاجه، يبقى روح معاها والنبي حج معاها، عشان ربنا يهديك من الترامادول اللي هم بيقولوا ان انت بتروح تشتري من القهوه. والكلام ده علني وسكرينات موجوده معايا. لكن لما تيجي يا حاجه واحده كبيره زي حضرتك كده وتقول كلام لا مؤاخذه لا مؤاخذه ما حصلش وكلام كذب، لا انا عندي الفيوسات وان شاء الله النهارده البث، استنوا البث عشان تسمعي صوتك الجميل وانت بتقولي لشيري والله انا عايز اخش التيك توك بدل اليوتيوب. وتعالي قولي لها فين لما جيتي طلبتي من شيري قلت لها امال الحاجه ام ناصر ما دخلتليش ليه؟ وهسمعك كل الكلام اللي انت قلتيه في الريكوردات موجود، ولو عايزه تسمعي اسمعك. بس لما حضرتك كبيره كده وما بينك وما بين الموت خطوه، وتيجي تكذبي وترمي الناس بالافتراء. يعني انا لما قلت وشتمت وانت وطلعت ولادك وقالوا وجوزك الشريف العفيف اللي هو ما بيشربش مخدرات اللي ما بيتعالجش في المصحات، وجيت قلت ده انت بتشرب وانت 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 والعزبه الغربيه وكر، وقلت تلاشى عشان برضو عيب، وقلت استغفر الله العظيم عشان برضو ايه يعني ما بلاش اقلل او اقلس على حد عشان التقليص برضو ان ربنا هيحاسبني عليه. لكن لما تقولي كلام ما حصلش وتقولي ان انت عمرك بالعمر لسانك خاطب لسان شيري، انا هسمعك الريكوردات بالليل. انا ببعت لك الرساله دي بسبب الفيديو اللي حضرتك مطلعاه دلوقتي. ولما واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا انت كلمت شيري وكنت بتتصل عليها يوماتي يوماتي يوماتي. لو كنت ناس افكرك وهفكرك بالليل ان شاء الله. لكن لما تقولي كلام انت لا مؤاخذه قلتي على ضناكي وقلتي على اللي منك، على اختك وعلى بنت اختك وعلى بنتك، وقلتي على بعضكم كلام كتير. ما تقوليش كلام لا مؤاخذه ربنا هيحاسبك ان شاء الله عليه. وان شاء الله رمي الافتراء بتاعك ده ان شاء الله مش هيكرمك ربنا ابدا، وان شاء الله هتفضلي في الدرج الاسفل باذن الله في النار، عشان انتوا ما بتقولوش كلام كويس. لكن ان انتوا عايزين اي حاجه مصلحه لكم وخلاص، جت بالبغضاء، جت باي حاجه، واقول ايه يا جماعه انا مش هصلي اسبوع، لا ما تصليش خالص عشان ربنا ان شاء الله غضبان منك ان انت هتقعدي تشتمي وتسبي الناس وتقولي في شرف الناس وتقولي لا انا مش هصلي اسبوع. ده ربنا ان شاء الله بعيد عنك وبعيد عنكم كلكم. ربنا ينتقم من كل ظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل. وافعل يا فقي ان شاء الله في صحتك وفي عيالك هتلاقي. عشان اللي انت بتقوليه ده ان انت ما كلمتيش شيري اسامه ولا عمرك ان انت قالت ولا قلت لها ارفعي منتدى، لا انت قلت كتير وعندنا الريكوردات. وادي الميه تكدب الغطاس. وان شاء الله هسمعك الريكورد واحد بس عشان اسمعك ده صوتك ولا مش صوتك، وفي ريكوردات كتير ما تقلقيش عشان ربنا بيقف مع الطيب. احنا لا عايزين حاجه من حد، احنا عايزين ستر ربنا. جات ام ناصر قعدت تقولوا ما في الخمر، خلاص ام ناصر قلنا لها كتر خيرك يا ست ام ناصر وعمرنا ما هننسى جميلك. لكن ان انت تقعدي تعيشي نفسك ان انت بنت حلال وبنت اصول واحنا اللي ولاد حرام، لا هنعرف مين اللي ابن حرام من مين ابن حلال. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قادر ان شاء الله ربنا هيجيب لنا حقنا. ده حقنا اللي حصل لك ده عشان انت قلتي كلام وقعدت الساب وطلعت ولادك يقولوا كلام لا مؤاخذه ان انا بقبض على مراتي.
مين اللي يعني لا مؤاخذه الكلام ده انتوا اللي تعرفوه، احنا ما نعرفش الكلام ده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله احنا ولاد اصول وولاد حلال. اللي انت بتقولي ما بيهونش عليه يدي لامه البطيخه، ولو عايزاني اعمل لك فيديو مع امي وتديك على بقك باي حاجه، انت والاشكال اللي زيك لازم انا اطلع اعمل لها فيديو عشان تعرفي كدبك انت يا حاجه اللي هتروحي الحج. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.